تخيل لو فريق بلدك اللي بيمثل مصر كلها وبيمثلك لبس تيشيرتات بالمنظر ده، هل ده منظر مقبول؟ باختصار اللي ما يعرفش ده علم الألوان، واللي ما يعرفش الألوان يعني مثليين الجنسية اللي بيدعموا ان الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست. وده طبعا شيء مرفوض عندنا في عقيدتنا وديننا وحتى مبادئنا وتقاليدنا. طيب ايه علاقة مصر وإيران بالعبط ده؟ للأسف الماتش اللي جاي بين مصر وإيران هيتلعب في مدينة سياتل، واللي ما يعرفش فشهر يونيو اللي احنا فيه ده بيسموه شهر الفخر عند الألوان. وقال ايه يعني تصادف بقى نهاية الأسبوع ده ماتش مصر وإيران؟ قال يعني بقى دي صدفة. طبعا انت هتقول ما يحتفلوا ولا يغوروا في داهية، ايه علاقة اللعيبة بقى بالحوار ده؟ هقولك للأسف الماتش ده هيتلعب تحت مسمى شعار الفخر والدعم ليهم، وعلمهم هيكون موجود في كل حاجة زي تيشيرتات اللعيبة، الكورنر، الكوتشيات، وحتى رباط الكوتش بتاع اللعيبة. وطبعا ده شيء مسيء جدا لعقيدتنا وديننا، بالذات ان ايران ومصر دولة مسلمة، فالموضوع غالبا هيكون مقصود مش مجرد صدفة. طب وبعدين ما يعترضوا، ما هو بالفعل الاتحاد المصري والاتحاد الايراني قدموا اعتراض ورفض للموضوع ده تماما، فردهم كان ان دي حرية شخصية. وبعد اعتراضات كتيرة بقى وافقوا وقالوا مش هنحط العلم ولا الشعار على ملابس اللاعبين ولا في الملعب. طب ما ده كويس، فين المشكلة دلوقتي؟ المشكلة ان قالوا مش هنقدر نمنع الالوان دي انهم يدخلوا الاستاد ويقعدوا في وسط الجماهير او يرفعوا علمهم. لا وكمان اللي يضايق اكتر ان في اعداد كبيرة ملهاش علاقة بالماتش لا من مصر ولا من ايران بدأت بالفعل تشتري تذاكر عشان تدخل الماتش، تحس ان الموضوع عنده خلاص. ودلوقتي الجماهير انقسمت لرأيين بين طلب من اللعيبة الانسحاب من المباراة نهائيا للحفاظ على قيمنا ومبادئنا وده هيكون شرف لينا، وجزء تاني بيقولوا كملوا ملناش دعوة بيهم، دي حاجة ملهاش علاقة بدي. فانتوا ايه رأيكم؟ ياريت تشاركوني رأيكم في الكومنتات.